هذا سائل اسمه إبراهيم يقول السلام عليكم، أرجو من الإجابة. قال: أنا نمت واستيقظت وقت صلاة الفجر وقد احتلمت ووجدت بللا وأريد أن أصلي الفجر في المسجد، فهل يجوز لي الذهاب للصلاة ثم العودة إلى المنزل والاغتسال، علما بأنه لا يوجد وقت للاغتسال قبل أن تقام الصلاة في المسجد؟ هذا السؤال غريب قوي، لأن من شرط الصلاة أن يكون الإنسان طاهرا من الجنابة ومن الحدث الأصغر ومن كل شيء. فمن استيقظ وقد احتلم أو اتصال جنسي أو غيره فلا يحل له أن يصلي لا في المسجد ولا في البيت، لا في أول الوقت ولا في أوسط الوقت ولا في آخر الوقت حتى يغتسل. فالغسل هذا قطعي من القطعيات، وهو ركن وشرط من شروط الصلاة، فلا يصح لأحد. فهذا السؤال يجب أن يعمم ويذاع عدة مرات. لا يجوز لأحد أن يصلي وهو غير واضي، غير متوضي، غير مغتسل. طيب قاضي محمد، مثل هذا السؤال يعني في وسط المسلمين أيعذر هذا الإنسان بهذا الجهل؟ لا يعذر أبدا، وعليه أن يقضي الصلاة. إذا صلى قبل أن يغتسل فعليه أن يقضي الصلاة، ولو بعد يوم أو يومين أو بعد شهر أو شهرين أو عام أو عامين، فالقضاء واجب عليه، لأنه صلى صلاة باطلة بالكتاب والسنة والإجماع. يعني الآن يسمعك بعض الأخوة المشاهدين وسيستذكر بعضهم، ربما سيقول: أنا قبل 20 سنة فعلت ذلك، هل يجب عليه الآن أن يقول؟ نعم يجب عليه، لأن هذا مسألة قطعية متواترة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. تمام. طيب قاضي محمد، هذا يجرني إلى سؤال آخر في هذا الباب، وهو قضية أنه قال: احتلمت ثم قمت فوجدت بللا. البعض يقول: ربما أنا أحتلم فلا أجد بللا. أما إذا لم يجد بلل فلا يجب عليه أن يغتسل. العبرة بوجود الماء؟ نعم. طيب لو قام يا قاضي محمد شخص مثلا وتأكد أنه احتلم أو أتى أهله فلم يجد ماء، أو كان الماء شديد البرودة وسينقضي عليه وقت صلاة الفجر، ماذا يفعل؟ إذا قد غلب في ظنه يجب عليه أن يغتسل. يتيمم إذا ما وجد مثلا؟ وإذا لم يجد ماء أو وجد ماء والماء بارد أيام الشتاء فيعدل إلى التيمم ثم يغتسل لصلاة الظهر.